بيبتدي فيلمنا بعالم الآثار جاك هو بيدي محاضرة بيحكي فيها عن أسطورة تاريخية، وهي إن ملك الصين بعت مقاتل من عنده للهند اسمه وانج شوانز علشان يقوي العلاقات ما بين الهند والصين. لكن وانج شوانز لقى ملك متمرد من الهند قطع عليه الرحلة بتاعته وهجم عليه، لكن جه جنرال اسمه بهيمة علشان يساعد وانج شوانز ويرجعوا الصين من تاني، وفعلا قدر يحميه. وبعد كده مشي الجنرال بهيمة بأمر من الملكة مع وانج شوانز، وكان معاهم شوية كنوز كانوا واخدينها من الملكة. لكن هم لما كانوا ماشيين قابلتهم بحيرة جليدية، وجت طبعا بعد كده عاصفة ثلجية خلتهم ما يكملوش الطريق واتفرقوا. لكن وانج شوانز عرف يكمل الطريق ويعدي، لكن الجنرال بهيمة وجنوده اختفوا، وقيل بعد كده ان هو تم هزيمتهم من الملك المتمرد ده. لكن قبل ما نخش في تفاصيل اكتر ما تنسوناش من اللايك والاشتراك في القناة عشان يوصل لكم اجمد الملخصات. وبعد كده هنروح لجاك اللي بتخلص المحاضرة بتاعته، وبعد كده بيبين لتلاميذه دقته في معرفة تراكيب التماثيل وألوانها. وجاله رئيسه في الشغل وقال له إن في دكتورة آثار هندية عاوزة تقابله اسمها أشميتا. جاك بيرحب بيها كتير جدا جدا وبيعرفها كمان على المساعدين بتوعه، وهي بتقول له إن هي عارفة إن هو بيبحث عن الكنز القديم المفقود والجنرال بهيمة اللي اختفى في البحيرة الجليدية. وبعد كده خدت الدكتور جاك وقالت له تعالى اوريك حاجة مهمة، وهي خريطة قديمة تعود للجنرال بهيمة. وقالت له انا عاوزاك تحللها لي بالتقنيات الحديثة بتاعتك اللي انت بتستخدمها في شغلك. وبعد كده خدت الدكتورة اشميتا ووصلوها للغرفة بتاعتها اللي هتقعد فيها. وتاني يوم عدوا عليها الصبح لقوها بتلعب شوية يوجا جدا، فمساعدين جاك بدأوا يلعبوا معاها كمان. لكن جاك بدأ يومه بشوية تدريبات كونج فو، وبعد ما خلصها عدى على ابن صاحبه علشان أبوه ضيع عمره كله في البحث عن الكنز القديم ده، فكان عاوز ياخد منه نتيجة الأبحاث اللي عملها أبوه، أهو يبقى أي خيط يوصله للكنز ده. وعامل زي أبوه شغال ليل نهار بيعمل أبحاث، وهياخدوا بعد كده يعرفوا على الدكتورة أشميتا ومساعدتها كيارا. وجاك قال لهم إن جونز هيرافقنا في رحلة البحث عن الكنز ده، وهو عنده خبرة كبيرة جدا في علم الآثار. وخدهم ووداهم منطقة جليدية بالقرب من نهر، وقال لهم إن أبوه لقى في المكان ده عملة معدنية ذهبية من 10 سنين، فخدها منه. فقال له إنها تعود فعلا للجنرال بهيمة اللي بيقولوا بعد العاصفة اللي حصلت دي خد جنوده واستخبوا في كهف، وبيقول إن هم لازم يروحوا عند منبع النهر ويبدأوا من هناك. ونزلوا فعلا كل أدواتهم اللي هتساعدهم في عملية البحث دي. وراح أول حاجة كيارا مساعدة أشميتا والدكتور جونز لمكان منبع النهر ده، وجونز كان مخترع جهاز على شكل سمكة هيساعده في عملية البحث دي. وجاك بعد كده اتصل بواحد صاحبه وقال له أنا عاوزك تساعدني في عمل حفرة جليدية في منطقة ما بين الصين والهند، وقال له انك هتساعدني في موضوع اسطورة مملكة مجداها القديمة. بعد كده طلع لهم شوية ذئاب فضلوا يخوفوهم لحد ما مشيوا. وبعد كده جونز والدكتور جاك فضلوا يلعبوا كونج فو مع بعض، وجاك رغم كبر سنه بس كان جامد ولسه لياقته البدنية عالية. وبعد كده هجمت عليهم الذئاب من تاني وعملوا كور تلج وفضلوا يحدفوهم بيها لحد ما مشيوا. وهيظهر بعد كده واحد في صحراء الهند اللي هيكون مولع برضه بموضوع الكنز القديم ده وعاوز يلاقيه بأي طريقة. وهيجيله واحد من رجالته وهيقوله إن الدكتورة أشميتا في الصين دلوقتي معالم آثار هناك وبينقبوا عن الكنز ده. وبعد كده صاحب جاك جه وعمل لهم الحفرة الجليدية اللي هم عاوزينها، ونزلت أشميتا والدكتور جاك ومعاهم كل معداتهم الحديثة، وفعلا قدروا إن هم يلاقوا الكنز والكهف اللي كان مستخبي فيه الجنرال بهيمة. لكن رجالة الراجل الهندي ده وصلوا للمكان ده وشكلها كده مش هتعدي على خير. والدكتور جونز بيقول لهم ان بهيمة ورجالته انهار عليهم الكهف ده واتحبسوا هناك لحد ما ماتوا، ولقوا كمان هناك الهياكل العظمية بتاعتهم، وبيلاقوا شنط كتير مليانة ذهب. وبعد كده هجم عليهم الراجل الهندي ده وبيقول لهم ان الكنز ده بتاعي ومحدش هياخده غيري. وبدأ يقول لرجالته ما تطلعهمش من هناك، خلوهم يتجمدوا لحد ما يموتوا. لكن جاكي شان ما بيسكتش ابدا ويبدأ يستخدم مهاراته القتالية العالية ويضربهم، وضرب بينهم كلهم قتال كبير جدا. وجاكي شان لسه عمال بيضرب فيهم، لكن جونز الخاين هيفتح شنطة من الشنط دي وهيلاقي جواها ألماظة كبيرة فهياخدها وهيهرب وهيسيب جاكي شان مع أشميتا. وطبعا الراجل الهندي ورجالته عرفوا يتغلبوا عليهم بعد كده وربطوهم. لكن أشميتا عن طريق رياضة اليوجا عرفت تفك نفسها، وهتعوم أشميتا وجاك بعد كده في النهر ده لحد ما هيعرفوا يطلعوا ويخرجوا الباقي كمان. ولما روحوا أشميتا بتوري الدكتور جاك الألماظة اللي سرقها جونز، وهي كانت معروضة على النت وهيتم بيعها في مزاد في دبي. أشميتا بتقوله إن الألماظة دي هي المفتاح اللي هيخلينا نلاقي باقي الكنز. فلم جاك حاجته وسافر على دبي، ولبس كمان لبس خليجي وخد معاه المساعدين بتوعه. ومساعدة جاك هتكون بتراقب تحركات جونز اللي كان مقضيها مع البنات هناك. بعد كده وصل جاك وصاحبه اللي المفروض هيشتري الألماظة دي،
ولقوا هناك كمان الراجل الهندي اللي بيطاردهم على طول ده، وبدأ المزاد وجاك بيقنع صاحبه يشتريه بأي تمن لحد ما بيوصلوا لآخر المزاد اللي هيوصل فيه سعر الألماظة ل160 مليون دولار، وصاحب جاك بيفوز بيه، لكن الراجل الهندي بيبعت رجالته يسرقوا الألماظة دي. لكن جاكي شان بيتصدى لهم وبتبدأ بينهم خناقة كبيرة جدا، وجاكي شان عمال بيضرب فيهم في كل مكان، لكن واحد من رجالة الراجل الهندي ده هيعرف ياخد الألماظة دي وهيديها لرئيسه وهيركب عربيته وهيمشي، وجاكي شان هيوقف واحد كان ماشي بعربيته وهيجري بيها، لكن هيتفاجئ جاكي شان بوجود أسد مفترس في العربية. وبعد كده هتبدأ مطاردات جامدة قوي بالعربيات، وأشميتا هتكون راكبة موتوسيكل وهتعرف تاخد الألماظة من جونز وهتاخدها وهتطلع على الهند. لكن الأسد يا عيني في اللقطة دي ما استحملش المطاردات اللي حصلت بالعربيات وهيفضل يرجع. وجاك ومساعديه طلعوا على الهند اللي يكتشفوا إن أشميتا دي أميرة هناك، وكيارا هتبقى أختها وبتخرج تقابلهم بلبس الأميرات، وفعلا بتتأسف لجاك اللي بتقوله إن هي عملت كده لأن هي كانت عاوزاه تجيبه الهند، ودي الطريقة الوحيدة اللي كان هيجي بيها لأن هو أكبر عالم آثار في الصين. وبعد كده بدأ يسألها على الراجل الهندي اللي كان بيطاردهم، قالت له ده اسمه راندل وده من سلالة القبيلة اللي في الهند اللي احنا حكينا عنها في أول الفيلم. وبعد كده خدت الألماظة وحطتها في عصاية كده وقالت مفاضلش غير إننا نعرف باقي الكنز فين من خلال الألماظة دي. وأشميتا بتقول إن الكنز ده موجود في معبد اسمه أمالا، وجاك بيقول لهم إن في كتاب هيساعدهم يوصلوا للمعبد ده. ومساعدين جاك راحوا سوق محلية وانبهروا بالحاجات اللي موجودة هناك، وبيشوفوا الراجل اللي بيلعب بالنار والراجل اللي بيحرك الحية، لكن اكتشفوا إن في ناس ماشية وراهم وبتطاردهم. لكن جاك وأشميتا وصلوا لهم في الوقت المناسب وبدأوا يشتبكوا معاهم لحد ما عصابة الراجل الهندي ده خد كيارا ودكتور جونز أسرى. فاضطر الدكتور جاك إن هو يروح لهم ويتفاوض معاهم، وقالوا له لو عاوزهم تاني لازم تساعدني ألاقي الكنز ده. لكن هيجي بعد كده مساعد الدكتور جاك وهيساعد كيارا وجونز على الهروب، وهيكون معاه لحمة نية علشان يحدفها للضباع الموجودة هناك، والضباع فعلا هتجري عليهم، لكن هم في الآخر هيعرفوا يتغلبوا عليهم وهيهربوا. وهنرجع لجاك وأشميتا اللي كانوا واقفين مع الراجل الهندي ده قدام المعبد، ودخلوا جوه المعبد وهيلاقوا تمثال هناك، فجاك هياخد العصاية دي وهيحطها في مكان معين، فهيطلع ضوء في مكان على الحيطة، فيحط جاك ايده على الضوء ده فهتعمل فتحة في الأرض فهيقعوا، فهيمسكوا في حبال كده، وجه تعبان كان هيموتهم لكن جاكي شان هيعرف يتغلب عليه. بعد كده هينزلوا تحت هيلاقوا المكان كله ذهبي، وهيلاقوا بدل الكنز ده في برديات لكيفية المعالجة من بعض الأمراض. فرندل الشرير هيتعصب جدا ويبدأ اشتباك تاني ما بين رجالة راندل وجونز ومساعدين جاك، ومن ناحية تانية جاكي شان ماسك راندل ومديله العلقة التمام لحد ما هيخش كاهن كده وهيأمرهم ان هم يقفوا، وهينتهي الفيلم برقصة ليهم. فلو عجبكم الفيلم ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وتشتركوا في القناة، وإلى اللقاء في فيديو تاني جديد.